السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده فيديو بقى مهم جدا جدا جدا، اتمنى ان انتوا تسمعوا لي النهاية، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويشجعوني ان شاء الله. يا حبايبي، قسما بالله وبحلف بالله اني انا ما بحط علف للطيور بتاعتي الا في اول كام يوم بس. كل الطيور عارفين البط ده، اقسم برب العزه ما بياكل علف، هو بياكل خلاص الاكل اللي انا بحطه، الخلطات اللي انا بحطها. علف دي انتهى، طالما شد حيله انا بربيه بالطريقه دي، لا بحط علف ولا حاجه. في اخت سالتني بتقول لي العلف مش عارفه 13 ولا كام في المية. انا على فكره والله يا اختي، والله يشهد ربنا يوم الدين، احنا ما بنحط علف للطيور بتاعتنا اول خلاص ما بتبتدي كمان تبيض. انا حاطه اكل عادي خالص، اللي انا بعمل خلطاتي اللي انتوا عارفينها، الوصفات اللي انا بعمل. طب انتي بتقولي عشان البيض، هقولك والله احنا ما بنحط الا الوصفات اللي بنقول لكم عليها، هي دي اللي بتبيض عليها الطيور بتاعتي. يعني انا لسه عامله كذا وصفه في الفيديوهات اللي فاتت، واعشاب مهمه جدا بنحطها للطيور. بنحط الجزامه والكرتومه، دولت مهمين جدا جدا، وبيزود انتاج البيض وبتكبر الطيور وبترفع المناعه، وفي نفس الوقت اللي بتبني عنقود البيض بتاعها. بحط طبعا كل الوصفات اللي انا قلت لكم عليها. الوصفه الاخيره كانت تحفه جدا جدا، وانا اوريكم عند الفراخ الكبيره بتاعتي والله ما بنحط لها علف. عملت جبت الفول الصويا على فول الكسر، على حبه دشيشه. اللهم صل عليك يا نبي. اللي حطيت الفول الكسر على الفول الصويا على الدشيشة على حبة ردة، الردة بدل العيش. وقلتلك علشان طيورك تكبر بسرعة وما تربيش دهون، اوعي تحطي عيش مبلول. مش عارفة تسيطري على العيش المبلول انه بيتبلي منك، لا حطي بداله دشيشة، حطي بداله ردة. تبقى انت حطيتي بدل العيش رده، حطيت الرده وحطيت عليها فول صويا، وحطيت عليها فول مطحون، فول كسر، وحطيت عليها ذره مطحونه، وحطيت كركم وحبة البركة، ودي مهمة قوي. وحطيت بقى الأهم فلفل الحار، والوصفة دي هايلة جدا. الوصفة دي أنا عملتها في الفيديو اللي فات، وصفة الفلفل الحار. والفلفل الحار مهم جدا جدا للطيور، وعلى فكرة وأهم ما فيه إنه بيفتح الشهية. وخلي بالك الحاجات زي الفلفل والشطة كده كمان ما بتخليش يتكون دهون عند الفراخ. زائد بحط خل في المية، معلقة خل في لتر مية. معلقة الخل دي بتسيح الدهون، فبتخلي مفيش دهون على عنقود البيض، فبالتالي ان الطيور هتبيض. ليه بقى ما بنحط الخل بالمية؟ هقولك يا اختي، لان الخل الطيور عموما لو هي هتيجي تبيض وتكون على عنقود البيض بتاعها دهون، عمرها ما هتبيض، عمرها. ليه بقى؟ زي اقول لك على حاجه، وديتك مثل برضو ومسامحوني ان انا بكرره، بس هو ده مثل اكيد. ان احنا كبني ادمين لما بيتكون دهون على المبيض او على الرحم ما بتولديش، سوري، ما بتحمليش. ليه؟ لان دي بتبقى حاجات تقيله على الرحم وبتتعبه وما بتخليه. نفس القصه مع الفراخ يا جماعة. في ناس بتلاقي فيه مشكلة ان الفراخ بتاعتها كبرت ووصلت يعني للتوقيت المظبوط اللي هي هتبيض فيه، ما بيضتش. طب نعمل ايه؟ يبقى هي عليها دهون. لما بتيجي فعلا تذبحها بتلاقي كمية دهون جوه في قلب الفرخة. طب هي هتبيض ازاي؟ هتكون البيضة ازاي ما الدنيا تقلت جوه؟ ما هو الدهون دي بتتقل على الرحم، هي بقى تتكون البيضة جوه منين وهي الدنيا مقفولة معاها على عنقود البيض بتاعها؟ فعايزه اقولك ان الوصفه اللي انا عملتها بتاعت الفلفل الحار دي وصفه مهمه جدا 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 تعملها للطيور بتاعتك. حطي الرد عليه فول صويا، فول كسر، اللهم صل عليك، مع ذره مطحونه،
مع عليها كركم وعليها حبة البركة وعليها فلفل الحار، وانسي وحطي الوصفة دي وعلى ضمانتي بإذن الله. فسامحوني انا فصلت عشان الاذان. فعايزه اقول لك ان وصفه الفلفل الحار دي حلوه جدا. مشروب انك انت تعملي الجزامه والكرتومه دي حلو جدا جدا. برضو مهم قوي ان انت تعملي مره في الاسبوع مشروب الخل، ازازه رتل الميه تحطي عليه معلقه خل. احنا عشان نعالج حكايه، لكن علف لا بحط علف والله والله، ولا اي نوع، ولا بياض ولا علف عادي ولا اي انواع من الاعلاف، ولا بشتريها اصلا الا في اول كام يوم بس للطيور بتاعتي. اول ما بتيجي تكون كتاكيت اول 3 4 ايام، وبعد كده بصراحه ربنا انا بقلب وربنا يشهد على كلامي. عايزه اقول لك كمان ان في مشروب حلو قوي برضو لازم تعملي للطيور بتاعتك، تعملي مشروب العسل بحبة البركة بالحلبة. ده مهم قوي عشان بيرفع الطاقة عندهم. وعلى فكرة عايزة اقولك على حاجة، سبب ان الطيور ما بتبيضش لازم تعرفي السبب عشان تعالجيها. ما لازم اعرف ايه السبب. فانت ممكن تكوني بتاكلي زي ما قلت لك اكتر حاجه بتكون دهون على عنقود البيض هو العيش المبلول. ناس بتحطه بصاره، انا بشوف ناس بتحطه بصاره. طب هم هياكلوه ازاي؟ ده بيكون دهون جامده. فلو عالجنا الحاجات دي هتبقى تمام. لكن الوصفه دي اهم وصفه. وحبيت اقول للاخت الفاضله ان انا والله ما بشتريه ولا اعرف سعره كام، ولا اعرف العلف كذا ولا العلف كذا. انا ما بشتريش لا بياض ولا اي حاجه، انا بعمل وصفاتي بس ويشهد الله. واتمنى بقى ان انتوا تتابعوني وتشتركوا في قناتي وتشجعوني. وكل وصفاتي الحمد لله رب العالمين جايبه نتيجه فعاله مع الطيور بتاعتي كلها. اسيبكم بقى في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.